دي ممثله اسمها امان ايوب، انا معرفهاش، بس اللي لفت نظري ان هي شبه شريهان قوي. حسين فهمي برضو في الفتره دي كان هو رئيس مهرجان القاهره السينمائي. ده خبر وصور من عقد قران هند عاكف والسيناريست فريد عبد الحميد. انا معرفش الاتنين بس الف مبروك. كان في برضه حوار مع المخرج رامي امام، وكان بيتكلم ان هو كان هيبقى مهندس وبعد كده بقى ممثل وبعد كده هو حاليا مخرج. وبالمناسبه يا جماعه انا بحب رامي امام جدا، يعني على مستوى الاخراج هو راجل عمل غبي منه فيه، اللي هو واحد من احلى الافلام الكوميدي في مصر عموما. ومش عارف ليه بحسه سالك كده. دي لعبه الكلمات المتقاطعه، انا ما بعرفش العبها لغايه دلوقتي، ودي لعبه انا اول مره اشوفها اصلا. الصوره دي حلوه جدا لان فيها مخرجي المفضل محمد خان الله يرحمه، والمخرج أسامة فوزي برضو الله يرحمه، ده اللي أخرج بحب السيما وبالألوان الطبيعية، وأخرج حاجات كتير حلوة. وطبعا الفنان محمود حميدة، والفنان المصور السينمائي يعني طارق التلمساني. دي فقرة اسمها زمان يا فن، وده المطرب هاني شاكر. يحيى الفخراني وليلى علوي مثلوا مع بعض في فيلم ايه؟